السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أماني ودي قناتي يوميات تحدي المشاكل. برحب بكل المشاهدين والمشتركين في القناة. يا ريت كده تلفوا لفة كده في القناة متنوعة فيها فيديوهات شورتس عن عروض كازيون. وكازيون منزل عروض كتيرة جدا مناسبة عيد الأضحى، كل سنة وانتم طيبين مناسبة العيد. باقي كام يوم كده على العيد، عاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. في عندنا فيديو شورتس مثلا ازاي نتخلص من مشكلة النمل. في عندنا فيديو ازاي نوفر في استهلاك الكهرباء 50%. لفوا كده لفة في القناة هتعجبكم. ازاي نوفر باستهلاك الزيت 50%، ازاي نمنع استهلاك الزيت، فيديو تاني برضو خالص. عندنا فيديو ازاي نوفر في استهلاك المياه 50%، ازاي نوفر في استهلاك الغاز 50%. في فيديو عن اسرار ميزانية العيد الاحترافية. في فيديو تاني عن ازاي نخسس وزننا ويبقى جسمنا رشيق طول حياتنا. في فيديو بيتكلم عن مشكلة بتواجه الاطفال وبعض الكبار. شوفوا كده بقى الفيديوهات دي وان شاء الله هتعجبكم وتنال اعجابكم، ويا ريت تعملوا شير للفيديوهات لو عجبتكم، او لقيتوا اي حاجة فيها فادتكم، او تعرفوا حد عنده مشكلة في الحاجات دي عشان يحلها. النهارده ان شاء الله فكره الفيديو ازاي نعمل بدائل توفير عشان نظبط ميزانيه العيد. طبعا ميزانيه العيد بتبقى ميزانيه مكلفه ومرهقه على ناس كتيره جدا، ميزانياتها ضعيفه وتعبانه ومرتبات تعبانه. فالنهارده ان شاء الله هقول لكم على شويه بدائل هنعملها هتقلل لنا من استهلاك الميزانيه. يعني بدل ما نشتري حاجات غاليه جدا، لا نشتري حاجات اقل في السعر. اول حاجه عندي، احنا طبعا بنحتاج عشان ننظف المطبخ، كل سنه وانتم طيبين، قبل ما نستقبل العيد او قبل يوم العيد ده. يعني بنحتاج ان احنا ننظف البيت كله، ومن ضمن الحاجات اللي ننظف المطبخ بيبقى فيه كميه دهون وزيوت كتيره جدا، وساعات بتبقى متراكمه بسبب ان احنا سايبينها فترة طويلة، بقالنا كده شهر 2 3. واحدة بقى موظفة بتشتغل، واحدة عندها عيال كتيرة وتعبانة، واحدة عيانة، واحدة مشغولة بسبب شغلها. المهم يعني تعددت الأسباب، والنتيجة بتبقى واحدة، إن في دهون متراكمة وزيوت متراكمة في الأرض وعلى البوتاجاز وعلى الحيطان، وبتبقى محتاجة تشتري حاجة تذيب الدهون دي، يعني تشيل الدهون دي بسرعة، زي سترس غالي جدا طبعا. في عندنا أنواع كتيرة جدا من مذيب الدهون ده كتيرة. طيب ايه الحل، ايه البديل؟ ان احنا ننظف المطبخ ويبقى تمام وتحفه من غير ما يبقاش فيه اي دهون ولا زيوت. ننظفه اول باول، يعني كل يوم او يومين تنظفي البوتاجاز وتاخديه بعد المواعين مباشره، تنظفيه مش هياخد منك 5 دقايق، وبرده جارده الميه وتمسحي المطبخ، هيبقى تحفه ومش هياخد برده 5 دقايق. يبقى 5 دقايق للبوتاجاز و5 دقايق للمطبخ، وهيبقى سهل جدا في التنظيف. اما لو حضرتك بقى سبتيه شهر 2 3 ما تنضفش، او حتى شهر، فده هيؤدي الى تراكم الدهون بكميه كبيره جدا، وهتحتاجي تشتري حاجات غاليه جدا، وبتجيبي بقى فويل للبوتاجاز، وبتجيبي مذيب لدهون للحيطان وللارض وللبوتاجاز. ده بيكلفك مبلغ طبعا كبير. وطبعا ده اول حاجه مش هنشتريها، ولا هنشتري فويل ولا هنشتري مذيب للدهون. دول اول حاجتين مش هنشتريهم. يبقى البديل بتاع الحاجتين دول ايه؟ ان احنا هنعمل ايه؟ هننظف اول باول، كل يوم او يومين هنمسح المطبخ وننظف البوتاجاز. تالت حاجة بقى، يبقى احنا كده اتكلمنا في نقطتين هنوفرهم. تالت حاجة، رقم 3، بنعمل في العيد اول يوم طبعا غالبية الاسر بتعمل ايه؟ فتة ولحمة. طبعا بنستخدم الفتة دي رز ابيض، يبقى اذا مش هنستخدم شعرية في العيد. نلغي موضوع الشعرية ده خالص ونريح دماغنا الشهر دوت. دي تالت حاجة هنلغيها، مش هنشتريها برضو، ونريح دماغنا. هقول لكم بقى في اخر الفيديو هنعمل ايه بالحاجات بالفلوس، الحاجات اللي هنوفرها دي. رابع حاجة، من ضمن تنظيفات العيد بنلمع المرايات وبنلمع الازاز. طبعا هنعمل ايه بقى؟ بنحتاج نشتري الملمعات غاليه جدا. احب اقولك الملمع ده ملوش اي لازمه، ممكن تعمليه في البيت لو انت ميزانيتك ضعيفه وما تقدريش تشتريه وظروفك وحشه جدا او عليكي ديون. ممكن تعمليه في البيت. تعمليه ازاي؟ منتهى السهوله. المكونات عندك كلها موجوده في البيت، موجوده في كل بيت. ايه بقى المكونات اللي موجوده في كل بيت دي؟ هتملي البخاخه ميه وتحطي عليها معلقه خل واحده كبيره ونقطتين صابون مواعين عشان يديله ريحه بس، وترجي جامد الازازه وترشي. السر بقى في ايه؟ السر كمان مش في الخلطه دي، السر في الحاجه اللي بتلمعي بيها. الازاز يا جماعه بيتلمع بفوطه فايبر. الفوطه الفايبر هي بتخلي الازاز يبرق ويلمع، غير الخلطه نفسها اللي بنحطها على الازاز. الفكرة رقم اللي بعد كده، احنا كده اتكلمنا في نقطتين بتوع الفويل
وبتاع مذيب الدهون، وكلمني في موضوع الشعريه. رابع حاجه اللي هي ملمع الازاز. يبقى احنا كده هنتكلم في رقم 5. رقم 5 مناديل المطبخ يا جماعه. مناديل المطبخ دي برضو ممكن نستغنى عنها. طب ازاي؟ محدش هيجي يفتش عليك ويقول لك انت بتمسحي بايه في المطبخ ولا بتنشفي ايدك في ايه في المطبخ. انت ممكن بدل مناديل المطبخ الغاليه جدا بره دي تعملي ايه؟ تمسحي ايدك في فوطه في فوطه من فوط المطبخ اللي احنا شاريينها دي. او لو ما عندكيش او باظت عندك فوطه كبيره امسكيها قطعيها لقطع صغيره. هاتي فوطه من الفوط الكبيره اللي عندك وقطعيها قطع صغيره تبقى فوط للمطبخ. طب لو ما عندكيش لا هذا ولا ذاك والظروف ضيقه قوي قوي عليكي، اي حاجه عندك تكوني مستغنيه عنها من اللبس قطعيها قطع صغيره ونشفي وامسحي بيها وارمي. حاجه ميه اتكبت، مش عارفه قهوه اتدلقت، شاي اتدلق، مش عارف ايه اتدلق، شويه زيوت اتدلق، ومش عارف اي حاجه اتدلقت منك امسحي وارمي. بس يبقى كده كمان اتخلصنا من موضوع مناديل المطبخ ووفرنا البند بتاع مناديل المطبخ. الفكره رقم 6 معطر الجو. معطر الجو يا جماعه ممكن نجيب ازازه سوري بخاخه فاضيه عندنا ونحط فيها غطا او غطاين دوني اللي هو المركز، ونرج الازازه دي جامد ونرش، هيدي ريحه تحفه جدا. وكده برضو وفرنا معطر الجو. الفكره بعد كده اللي هي رقم 6 الهربك. الهربك اللي بننضف بيه الحمام. الهربك ده بيبقى ثمنه غالي جدا. ايه البديل بتاعه؟ نجيب كلور. الكلور بقى متعدد الاستخدامات، ممكن ننضف بيه الارض، ممكن ننضف بيه الحمام، ممكن ننضف بيه ونعقم بيه الارض كلها بتاع البيت كلها، بنحطه عشان بقع الهدوم. فهو متعدد الاستخدام الكلور. وكده برضو مش هنشتري الهربك. دي كده الفكره رقم 7 اللي هي بتاع الهربك. الفكره رقم 8 المواصلات يا جماعه. لو انت رايحه مشوار قريب منك، يعني هتمشي شارع شارعين 3، يعني مشوار كده بسيط، بدل ما تركبي رايح جاي، لا انت تكسبي صحتك وتكسبي رشاقتك وتمشي. الموضوع ده المشي له فوائد صحية ونفسية للإنسان. بيقلل التوتر، بيقلل القلق، بيحرق الأكل اللي كلتيه ويخليكي رشيقة كده طول حياتك، ولا بقى تدفعي فلوس في التخسيس ولا الرجيم ولا تروحي للدكاترة ولا حاجة، هتبقي رشيقة تلقائيا. يبقى أي مشوار بسيط بيننا وبينه كده شارعين 3، لا نمشيه وريح دماغنا. ممكن تاخدي معاكي المشروب بتاعك وانتي ماشيه تشربيه، اي نوع عصير انتي بتحبيه. ممكن تاخدي معاكي ميه تشربيها لو مش عايز، لو بتخسي بقى يعني ومش عايزه اي سعرات حراريه. ممكن تاخدي معاكي فشار وانتي بتتمشي برضو عشان ما يبقاش الموضوع فيه روتين او تقيل عليكي. فموضوع المواصلات، بند المواصلات ده برضو الغيه او حاولي تقللي منه جدا واركني الفلوس بتاعته. بعد كده عندي رقم 10 الليمون يا جماعه. ازاي نقلل من استخدامه او ايه البديل بتاعه؟ بدل ما نقعد نشتري كميات كبيره جدا ليمون، هنعمل ايه؟ هنحوش القشر بتاع الليمون ده اللي بنستخدمه ونحطه في الفريزر. هنعمل حاجه اسمها معجون سحري، معجون سحري او معجون الليمون السحري. هنعمل بيه ايه؟ المعجون ده له استخدامات كتيره جدا. هنعمل ايه؟ هنحوش كميه ليمون حوالي قشر كيلو ليمون مثلا، وبعدين هنحط عليه، طبعا هنحوشه في الفريزر، لو حوشناه تحت هيعفن ويترمي، لا هنحوشه في الفريزر. كل ما تيجي تستخدمي ليمونه او ليمونتين او اي كميه عندك هتحطيه القشر بتاعها في الفريزر. اول ما يكون كيس كبير اللي هو حوالي كيلو هنستخدمه بقى في ايه؟ هنجيب الليمون القشر اللي عندنا ده وهنغليه على النار لمده ساعه، وبعدين هنطفي النار، وبعدين هنحط كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا، وبعدين هنسيبه يغلي تاني 5 دقايق، وبعدين هنسيب المكونات دي كلها تبرد تماما، وبعدين هنضربها في الخلاط وهتحطيها في ازازتين، ازازه هتخليها للحمام وازازه هتخليها للمطبخ. الازازتين دول ليهم استخدامات كتيره جدا. طيب ايه بقى يا ترى استخداماتهم؟ اول استخدام عندي بالنسبه للحمام هيلمع وينظف ويدي ريحه حلوه للاوكر والحنفيات، ويبقى تلميع ونظافه وريحه حلوه للاوكر والحنفيات وللحمام. تاني حاجه الازازه بقى بتاع المطبخ هنستخدمها بايه؟ هننظف بيها الفراخ او السمك، هتقضي على اي ريحه مش حلوه وهيخلي ريحتها تحفه جدا ومفيش اي زفاره ولا اي حاجه مش حلوه مش عاجباكي. يبقى كده هتلاقي نفسك وفرتي 50% من استهلاك الليمون. بعد كده عندي الفكره اللي بعد كده اللي هي رقم 10 ملمع الخشب. الفكرة رقم 10 ملمع الخشب. طيب ازاي هنلمع الخشب بسهولة من غير ما نشتري بقى ملمع الخشب ده؟ طيب هنعمل ايه؟ هنجيب معلقة شاي ونحطها على كوبايتين مية ويسيبهم يغلوا على النار، بعد كده نسيبهم يبردوا تماما، وبعدين نصفيهم من التفل ونحطهم في بخاخة. لو عايزة تحطي عليهم معطر حطي شوية معطر كده صغيرين، وبعد كده ابدأي بقى رشي على الخشب ولمعيه. في ناس بتستخدم فازلين برضو بيدي لمعة، يعني تشيل الاول التراب وقماشها مش مبلولة، وبعدين تحط كده فازلين وتدعك بيه الخشب، برضو بيدي لمعة حلوة للخشب.
الفكرة رقم 11 لا هم كده 10 نقط، 10 نقط اتكلمنا فيهم واستعرضنا فيهم ازاي نستخدم حاجات ونوفر فيها. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ونال اعجابكم. يا ريت بقى اللي اول مره يدخل القناه يا ريت كده يلف لفه في القناه، هيلاقي القناه متنوعه. ويا ريت بقى اللي عجبه الفيديو او لقى اي فكره فيها يدوس لايك، ويا ريت يشترك في القناه، ويا ريت يا جماعه تبعتوا الفيديو شير لكل الناس اللي تعرفوهم وكل جهات الاتصال عندكم، عشان الفيديو ينفع ناس كتيره جدا ظروفها وحشه وميزانيتها مش بتكفيها وبتحصل مشاكل في البيوت، فالفيديو ده هيخفف من حده المشاكل ديت. طيب الفلوس بقى اللي احنا وفرناها من كل البنود دي هنعمل بيها ايه؟ هنخليها بقى للميزانيه اللي بتبقى تقيله علينا، اللي هي ميزانيه اللحوم. طبعا كل سنه وانتم طيبين، بنحتاج نشتري لحمه كتيره في العيد، ونفسنا بقى ناكل لحمه مفرومه، لحمه قطع، ونعمل اصناف وصواني وحلل وحاجات. فالفلوس بقى اللي احنا قللناها من البنود دي كلها هنخليها لبند اللحمه، لان اللحمه طبعا غاليه. طبعا اللحوم في انواع كتيره منها، طبعا احسنها هي اللحمه البلدي او اللحمه المحلي، طبعا طعمها تحفه جدا. فيا ريت بقى الفلوس اللي وفرناها من كل البنود دي نجيب بيها ايه؟ نحطها ببند اللحمه، علشان محدش يقول الظروف صعبه ومش عارفين نشتري والاسعار مرتفعه. دي احنا وفرنا من بنود كتيره، لكن بند اللحمه طبعا مفيش غنى عنه، يعني مينفعش نستغنى عنه، بند اساسي للأسرة كلها. الأسرة لازم بتحتاج بروتين في الوجبات وبروتين كبير، فطبعا ما ينفعش نستغنى عن البروتين. البروتين مهم جدا. وكل سنة وانتم طيبين. العيد باقي عليه كام يوم. ربنا ان شاء الله يفرح قلبكم وربنا يسعدكم. يا ريت بقى تسعدوني زي ما اسعدتكم كده وقلت لكم على افكار حلوه في الفيديو توفروا منها. تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات. بشكر كل الناس اللي دخلوا عندي في القناه، واحب اقول لكم متشكره جدا على اشتراككم في القناه. ان شاء الله القناه تنال اعجابكم. هنزل لكم الفتره الجايه فيديوهات متنوعه ومختلفه عن الفيديوهات اللي هي موجوده في القناه حاليا. يا ريت تدخلوا بقى على فيديوهات شورتس برضو هتعجبكم، فيها عروض كازيون، موجود عروض على العيد ولحمه العيد. طبعا الناس اللي محتاره في انواع اللحوم، طبعا اللحمه البلدي دي لا يعلى عليها، طعمها تحفه جدا وفيها شوربه حلوه. بالنسبه للحمه اللي موجوده في كازيون القطع طبعا هي تتاكل، بس طبعا طعمها مش زي طعم اللحمه البلدي، اقل طبعا. الاجمل طبعا هو اللحمه القطع، بس طبعا احنا بنستخدمها كده كبديل لو ظروفنا وحشه ومفيش غيرها يعني. وبشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.